اذا كنتي تحوسي على وصفه جديده لعيد 2026 سجلي هذه الوصفه تاع حلوه السكرفات. لاباط تاعها تقدري طيبيها غير في المقله وتخرج لك اكثر من 50 حبه. نبدا بالعجينه. عندي هنا 3 حبات بيض بحراره الغرفه، 3 مغارف كبار سكر، رشه ملح، 250 غرام تاع لا مارغرين تكون طريه، كيس عطر الفانيليا، ونحرك كلش مليح بالباتور. زدت ثاني شويه تاع بيكربونات، درت نص مغرفه صغيره، ومن بعد نزيد الفارينه اللي كنت غربلتها، درت 530 غرام. اذا العجينه جاتكم طريه زيدوا لها شويه فارينه. نعجنها حتى تلم لاباط اللي لازم تكون شاده روحها، ومن بعد نقسمها على 3 ولا اكثر، نحطها في كيس بلاستيكي وندخلها للكونجيلاتور باش تجمد شويه. نوجد السنيوه اللي راح نربي فيها لاباط بعد ما بردت، والسكرفات خيروا هذيك الجهه الرقيقه تاعو ماشي الخشين. نجوز لاباط في الفارينه باش ما تتعجنش ونربيها بسهوله. وإلا شفتوها تتعجن رشوا عليها شويه فارينه وفتحوها كما الطعام. نص الكميه طيبتها في الفوق والباقي في المقله على نار بين قليله ومتوسطه. في الاول ما تحركوهاش، خلوه حتى يبدا يدخل لها الطياب باش تبداو تحركوها. نخليها تبرد ومن بعد نزيد 40 غرام زبده دايبه وبارده و290 غرام شوكولا نوار، ونعمر هاد ليمون وكل واحد يختار الشكل تاع ليمون اللي يحب. نحطهم في الفريجيدير باش يبردوا، ومن بعد نديمو ليهم بسهوله. تبدو برك شويه الطراف تاع الليمون. ومن الفوق حطيت المنتوج الجديد تاع المرجان اللي ما عندوش بزاف من اللي خرج، اللي هو لا باتا تارتيني تاع الكاوكاو المحمص. شوفوا هاد الكريمه ننصحكم بها هاد العيد للحلوه تاعكم، فيها بنه خاصه وتمد ذوق جديد للحلوه. حطيتها في لابوشادو، دخلتها قبل الثلاجه باش تشد روحها. درت كميه من الفوق وزدت الكاوكاو وغلفتهم بالكلاصاج بلون والشوكولا ولي.